أفضل تشكيلة ممكن نعتمدوا عليها غدا ونفوزوا بسهولة ضد الكاميرون، وهي كالتالي: ياسين بونو في الحراسة، حتى واحد ما يمكن يناقشو، أفضلهم في المنتخب. قلبي دفاع: نايف أكرد ونصير مزراوي. يا ريت أن وليد الركراكي يعتمد على نصير مزراوي كقلب دفاع. كما كنعرفوا أن نصير مزراوي لاعب جوكر، يقدر يلعب لك اريير غوش، اريير دروا، يلعب لك وسط ميدان، ولما لا أننا نعتمد عليه كقلب دفاع. غادي يعطي أفضل من ماسينا وأفضل من كل العناصر اللي موجودة الآن بالمنتخب كقلب دفاع. فياريت أنه يعتمد لنا على نصير مزراوي كقلب دفاع. حكيمي حتى واحد ما يمكن يناقش المكانة ديالو. إذن نايف أكرد، نصير مزراوي، حكيمي وصلاح الدين، رباعي في الدفاع غادي نكونوا أفضل. وسط ميدان نبداو بالعيناوي، الخنوس والسيباري. هاد الثلاثي هادو خصنا نستمروا بهم لانهم لعبوا الماتش اللي فات وبالتالي غادي يكونوا انسجموا مع بعضياتهم افضل من اننا نبقاو نخربقوا في وسط الميدان. متفقين. بالنسبه للهجوم نعتمدوا على ابراهيم دياز، الكعبي ورحيمي. علاش انا حطيت رحيمي؟ لان رحيمي في هذا الماتش هذا بحكم ان الكاميرون غتخرج تلعب الكره غادي يبقاو لنا مساحات في الظهر ديال المدافعين الكاميرونيين، وحنا محتاجين لاعب يكون سريع وكيعرف يستغل المساحات في الظهر. فرحيمي معروف عليه انه الا كانت المساحه كيلعب مزيان بالسرعه ديالو والانطلاقات ديالو اللي معروفين عليه، فكنظن غادي يفيدنا. لاعب سريع كيعرف كيفاش انه يلعب في الظهر ديال المدافعين، وغادي يكونوا مساحات. حنا عارفين بلي ان الكاميرون ماشي من المنتخبات اللي غادي تجلس اللور ولا غادي تخاف ولا غادي تحشم، لا، كيخرجوا يلعبوا الكره. القيمه ديالهم كتفرض عليهم انهم يخرجوا يلعبوا الكره، وبالتالي ما غاديش يجلسوا لك في الدفاع، غادي يحاولوا يتقاسموا معاك الامتلاك ديال الكره. فبالتالي محتاجين رحيمي في هذا الماتش هذا، ماشي في الماتشات اللي كيكون لاعب ضد منتخبات اللي هي كتجلس في الدفاع. رحيمي ما يقدر يعطيك والو، ولكن في هذا الماتش هذا نقدروا نعتمدوا عليه وغادي يعطينا اضافه، وغادي يقدر يشكل خطوره على دفاعات المنتخب الكاميروني. وزلزولي لما لا نلعبوا به في الاشواط، يعني في الشوط الثاني الا شفنا ان رحيمي ما دار والو